ايه الجمال والحلاوه دي، اقسم بالله رهيبه رهيبه، دي كلمه قليله. لا لا، واحد من احلى الحاجات اللي جربتها النهارده من غير منافس. تالت واحد معانا في كرواسون الحلو هو العبد، كرواسون شوكولاته ب 38 جنيه. ده شكله من جوه، كميه الحشو معقوله. هنا العجينه طريه جدا، والشوكولاته اللي بيستخدموها حلوه وتقيله قوي، وقريب قوي لطعم المولتن. واخر كرواسون حلو معانا هو من الفرن ب 15 جنيه. ده منظره، تعالوا نقسمه ونشوف هل اصلا في شوكولاته من جوه ولا هو كفايه اللي بره قوي كده. طبعا فاضي من جوه، هو نفس عجينه الحادق، بس هنا مش عارف يعني. يلا ندوق. طبعا انا مش هقيم الكرواسون بتاع الفرن، فرق رهيب ما بين يعني بعد ما جربت ديليس وبريبي والعبد، اجي مره واحده انزل للفرن انا وقعت وقعه غريبه، يعني وقعت على وشي حرفيا. طعم الشوكولاته طبعا فارق جدا، الكرواسون نفسه كطعم كملامح نفسها كل حاجه متغيره، لا طبعا مفيش مقارنه. ملخص سريع بالنسبه للعجينه، اكتر عجينه مميزه هي بريبي، لكن كاوفرول من حيث العجينه والحشو والسعر، اول واحد بالنسبه لنا هو العبد، ثاني واحد هو بريبي، والاخير هو ديليس. بالنسبه للحلو طبعا بريبي مفيش مقارنه مع الباقيين اصلا. حلو سواء سعر كويس يعتبر، مش ارخص واحد بس سعره كويس، وكحشو مليان جدا، وكطعم ملوش منافس. تاني واحد بالنسبه لنا هو العبد، واقل واحد هو ديليس. وديليس ده غريب جدا، ما كانش حلو لا في الحادق ولا في الحلو، وهو اغلى واحد فيهم، فاحنا مش عارفين الصراحه. خلصنا كده خلاص يا صديق. يلا بينا. ودي كانت تجربتنا النهارده من وسط الاجواء الاوروبيه دي. قولوا لنا حابين نعمل لكم قناه ايه تاني، وبس كده ما تنسوش اللايك والفولو. سلام.